السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. عزومة مراكبية بتحييكم وبتتمنى لكم كل خير وسعادة، وبتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة. وبنكلمكم النهاردة هنعمل ايه ان شاء الله. النهاردة هنعمل تورتاية حلوة صغيرة كده، جميلة، هنعبر بيها عن رأس السنة، وهنطلعها، نحاول نطلعها حلوة كده، وان شاء الله هتحبوها وهتتبعوا الطريقة بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهاردة. هنسمي بالله كده ونقول لكم على المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا كوبايتين من الدقيق، كوباية من السكر البودر، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت او ناقصة شوية. معانا هنا 3 بيضات، معانا كيس بيكنج باودر، ومعانا باكت من الفانيليا. هنبتدي نعمل الطريقة بقى، والنهاردة هنعملها ازاي؟ النهاردة هنعملها في الخلاط، وان شاء الله هتطلع حلوة. اثناء ما احنا هنعمل الكيكة بتاعتنا دي ان شاء الله، مولعين طبعا البوتاجاز عشان البوتاجاز يبقى سخن، لازم تدخل على بوتاجاز سخن. فالنهارده هنعملها لكم على طريقتي، على طريقة رودي في الخلاط. ويلا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها يا بناتنا، هنحط المكونات الجافه على بعض، اللي هي ايه؟ كوبايتين من الدقيق زي ما شايفين حضراتكم، دول كوبايتين من الدقيق، كوبايه من السكر البودر، وباكت من البيكنج باودر، وطبعا ما ننساش ذره الملح. هنقلب المكونات دي كلها على بعضها، هندخلها ببعضها، وبعد كده هنشوف المكونات السائلة هتكون عبارة عن ايه. لازم نقلب كويس كده. هنروح نجيب ذرة ملح. زي ما شايفين حضراتكم، كسرنا هنا ال3 بيضات، ودام حطينا البيض لازم نحط باكت الفانيليا على البيض. هنحط كمان كوباية اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 بيضات، حطينا الفانيليا، حطينا كوباية اللبن، هنحط كمان كوباية الزيت معانا. هنضرب الخليط ده مع بعضه. زي ما قلت لحضراتكم، طبعا حطينا هنا ذرة ملح على المكونات الجافة وقلبنا. وهنا زي ما قلت لكم 3 بيضات، باكت فانيليا، كوباية الزيت وكوباية اللبن، وهنضربهم شوية مع بعض. طبعا السكر البودر حاطينه مع المكونات الجافة. معانا هنا المكونات السايلة، هنصبها على المكونات الجافة. ومعانا كمان صينية مغلفينها بقطعة من السمنة، ومبدرينها تبدير الدقيق كده خفيفة. هنقلب بقى كويس قبل ما نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقلب بقى المكونات مع بعضيها كده، ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما شايفين حضراتكم، قلبنا الخليط كويس جدا زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم، معايا هنا صينيه دهنينها دهن السمنه ومعفرينها كده بالدقيق. هنبتدي نصب الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين. صبينا الخليط بتاعنا في الصينيه، بنهزها كده هزه بسيطه كده عشان تنزل في العمق. وبعد كده بندخل اوام اوام، ما نسيبهاش بره عشان البيكنج باودر بيتفاعل بسرعه. هندخلها على فرن 180 درجه. ويلا معايا نسمي بالله وندخلها البوتاجاز كده. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، خلصنا خلاص الكيكايه بتاعتنا. هنعدلها كده عشان الحته دي طلعت عاليه شويه. هنعدلها من فوق وهنقسمها نصين،
وهنرجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل فيها ايه. زي ما شايفين حضراتكم قسمناها كده نصين الكيكة بتاعتنا. هنبتدي نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا بناتنا معانا ربع كريم شانتيه، ومعانا حوالي 3 معالق كبار من السكر البودر. هنحطه هنا كده. النهارده هنشتغل بميه ميه متلجه، يعني مش عامله تلج بس ساقعه. نديها تقليبه كده. وبعد كده بنحط برضو شويه ميه عشان ما يطرش في وشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنديها تقليبه الاول وبعدين نشتغل فيه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ندي تقليبه كده الاول عشان ما يطرش في وشنا. بسم الله. نبتدي بقى نشتغل نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. هنخلصه بقى ونرجع لكم تاني نشوف. زي ما انتم شايفين يا بناتنا خلصنا الكريم شانتيه. تقيل جدا زي ما انتم شايفين كده. طالع حلو وناجح لان ما بنحطش بصوا حضراتكم تقيل ازاي. ما بنحطش الميه بتاعتنا او اللبن كله مره واحده، لا بنضيف حبه حبه كده لغايه ما يظبط معانا. يلا بقى نشتغل نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين حضراتكم قلبنا الجزء الاولاني من الكيكه بتاعتنا، ونغلفه كده من النص بالكريم شانتيه بتاعنا، ونغطيه كده بالكريم شانتيه. واحده واحده كده معانا لغايه ما نغلفها كلها كده. زي ما انتم شايفين كده بناتنا هنبتدي نغلف. طبعا حطيناها على بعض. هنبتدي بقى نغلفها بالكريم شانتيه، وبعد كده نشوف هنشتغل ازاي. طبعا هنغلفها من فوق وهنغلف كمان الجناب بتاعتها وهنرجع لكم تاني. طبعا انا ما بعرفش اوريكم وانا شغاله لاني انا اللي بصور، فبعمل جزء واوريهولكم. هنبتدي نغطيها كلها بالكريم شانتيه، بس هنغطي جزء ابيض، يعني النص ده هيبقى ابيض والنص ده هيبقى احمر، وهرجع لكم تاني. زي ما شايفين حضراتكم خدنا بولة كده صغيرة، حطينا فيها كام معلقة من الكريم شانتيه. هنحط هنا نقطتين من ألوان الطعام طبعا، هنقلبها كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا اللون ده مش مديني لون احمر. هتقله شوية برضو نقطتين كمان، وهقلب لغاية ما يديني اللون الاحمر الحلو كده. برضو هقلبه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا ابتدينا طبعا بعد ما نصصنا النص الاحمر والنص الابيض. حطينا كده العينين وابتديت اعمل في الدقن. طبعا زي ما حضراتكم كلكم شايفين كده بعمل وردات جنب بعض صغيرة. طبعا انا عملتها بتدويرة كده على اساس تاخد شكل بابا نويل. كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي برضو نكمل الدقن بتاعتنا ونخلص بقى الدقن بتاعتنا، وعندي ما نيجي نعمل الزعبوط بتاعه هنوريه لكم برضو. زي ما انتم شايفين يا بناتنا كده خلصنا بابا نويل على قد ما عرفت اعمله. بصوا قد ايه جميل. وعملنا القرطاس باللون الاحمر والدقن كده زي ما انتم شايفين باللون الابيض.
حلوة قوي. بمناسبة رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين. والتورتايه دي بهديها لبسملة، وبهديها لفاطمة، وبقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة السنة الجديدة، وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تنولي اعجابكم ورضاكم. بابا نويل اللي انا عاملاه دون. وشكرا ليكم. مع تحياتي، مع تحيات مطبخ رودي يا زومة مراكبية. وبصوا بقى على الجمال، وبصوا على وعملت العينين خضراء. وبصوا بقى انتوا الجمال كده واحكموا. وشكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين.